حب طرغون لعثمان الجنوني، وكيف ستكون النهاية؟ مفاجأة ترغوت من أرطغرل. انتقام نيكولا. ريتنج الحلقة السابقة، وتحديا ناريا مع أهم المسلسلات التركية. لا تنسى في البداية الضغط على إعجاب حتى تصلك الحلقة الجديدة، والتأكد من تفعيل وصول كل الإشعارات. المؤسس عثمان. شاهدنا في الحلقة السابقة حب طرغون الجنوني لعثمان، حتى أنها اقتحمت خيمة عثمان مع زوجته دون تفكير. يبدو أن هذا الحب سيجعلها تعادي بالا، ومن كلامها نشعر أنها قد تفعل أي شيء من أجل السيطرة على عثمان وأخذه من يدي بالا. وأكدت طرغون لأبيها في الإعلان الأول أنها ستكون زوجة لعثمان، لكن حتى الآن لم نتأكد من نية عثمان أنه قد يتزوج من طرغون. فما حدث كان لعبة من عثمان، فهل يرتكب بوزداغ خطأ تاريخيا بخصوص زوجات عثمان مثل أرطغرل الذي جعله بوزداغ يتزوج من إلبلغي، وهي شخصية خيالية؟ وأكد التاريخ أن أرطغرل تزوج حليمة فقط، لذلك كل شيء متوقع من بوزداغ. لكن يظل زواج طرغون احتمالا ضعيفا للغاية. يوجد احتمال أفضل أن يجعلها بوزداغ تسلم وتغير اسمها لمال خاتون، لكن بعض الأخبار قالت أن دور طرغون تقريبا 10 حلقات فقط. هذا يعني أن نهاية طرغون هي الموت، غالبا ينتقم منها نيكولا وفيلاتيوس. شاهدنا في الحلقة السابقة أنه أخيرا تم ذكر ترغوت في مسلسل عثمان على لسان أرطغرل، وهنا يتساءل المشاهدون أين ترغوت؟ للأسف أرطغرل قال أنه لم يتبقى من رفاقه غير بمسي والغازي عبد الرحمن. هذا الكلام يعني أن ترغوت جعله بوزداغ مات في المسلسل، وهذا من الأخطاء التاريخية الفادحة. نتمنى أن يتراجع بوزداغ ويأتي حتى بفنان آخر يؤدي دور ترغوت مثلما فعل مع أرطغرل. فبعدما نجح بوزداغ في تعويض أرطغرل قليلا، فمن الممكن أن يكرر بوزداغ ذلك مع ترغوت في الموسم القادم، ويجعله في مهمة ما خارج القبيلة، ذلك لأهمية دور ترغوت تاريخيا إلى جانب عثمان، وهو الذي شارك عثمان في القضاء على نيكولا في النهاية. أما بخصوص ريتنج مسلسل عثمان، للأسف انخفض ريتنج الحلقة السابقة وأصبح 12.67، بينما الحلقة السابقة لها كان الريتنج. وللأسف سقط مسلسل عثمان من المركز الأول هذا الأسبوع، بينما احتل المركز الأول مسلسل كان يا مكان في شوكوروغا، الريتنج له 13.3. وفي المركز الثاني مسلسل عثمان، الريتنج له 12.67. وفي المركز الثالث مسلسل شقة الأبرياء، الريتنج له 12.2. وفي المركز الرابع مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم، الريتنج له 11.17. مسلسل السلاجقة ارتفع هذا الأسبوع وحقق ريتنج 8.86، وهو تقريبا يحتل المركز العاشر أو التاسع. مسلسل الحفرة ارتفع هذا الأسبوع وحقق ريتنج 9.39، بينما مسلسل السلطان عبد الحميد
انخفض وحقق ريتنج ضعيفا للغاية، وهو 3.2. للأسف يستحق أعلى بكثير. ترتيب حلقات الموسم الثاني من مسلسل عثمان حسب نسبة المشاهدة. حتى الآن أعلى حلقة في الريتنج هي الحلقة 36. كان الريتنج لها 14.7. تليها الحلقة 37، الريتنج لها 13.97. تليها الحلقة 38، الريتنج لها. تليها الحلقة 39، الريتنج لها 12.67. تليها الحلقة 35، الريتنج لها 12.55. وحتى الآن أقل حلقة هي الحلقة 31، كان الريتنج لها 9.33. موعد الحلقة يوم الأربعاء هذا الأسبوع الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا، ويتم رفع الحلقة كاملة ومترجمة بعد منتصف الليل على موقع قصة عشق، وتتم الإذاعة على التلفاز مساء يوم الخميس على قناة الفجر واليرموك، وتتم الإعادة يوم الجمعة ظهرا. والكثير من المفاجآت نعرضها قريبا إن شاء الله. وكالمعتاد نخبركم متابعينا بكل ما هو مميز، فلا تنسوا الضغط على إعجاب والتأكد من تفعيل وصول كل الإشعارات حتى تصلكم الحلقات الجديدة. نراكم بخير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.